السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفات ام روان. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام اولا، من بعد نجوزوا للوصفه اللي درناها اليوم درت لكم طاجين الحلو، درت لكم بالزبيب والبرقوقه ولا العينه مع التفاح ثاني. شوفوا يجي بزاف هايل، يجي بنين، ما نقولكم اقتصادي ما نقولكم ماشي اقتصادي، يعني يكون في متناول ان شاء الله. شوفوا لهنا بعد ما بردت العسيله تاعو زادت اختارت. هنا هم المكونات اللي درتهم. انا هنا كنت شريت قيس 10 ميل تاع زبيب، 20 ميل تاع عينه، وهذوك 3 حبات تاع تفاح جاوني ب6 ميل 6000. نجوزو هنايا العسل تاعنا اللي نطيبو فيه طاجين الحلو. درت 2 كيسان تاع سكر، دوك نزيد ندير الماء. نديرو 2 كيسان تاع سكر ب2 كيسان تاع ماء. نزيد المزهر، نديرو 4 مغارف يكونوا كبار تاع المزهر، رايحين نزيدو نديرو تانيك في الاخر قبل ما نطفيو. ندير القرفه، ندير مغرفه صغيره تاع ماكارين، نزيد انا هنايا راح ندير له شويه برك تاع الكركم باش يجينا هذاك اللون دوغي، هذاك الشباب ما نكثروش بزاف باش ما يخسرناش هذاك اللون تاع العسيله تاعنا. وهنا هاو اللي حبيت نوري لكم حمض الليمون، اللي ما يكونش عنده متوفر الليمون يقدر نديرو على راس المغرف برك. انا عندي المغرف هنايا هذيك الصغيره كامل تاع القهوه، ماشي تاع قهوه حليب، تاع القهوه. هنا ما يكونش عندكم القارص تقدروا تعوضوه بهذا. كما نعرفوا القارص راهو غالي هذو اليامات، ولا المام المشماش راهو قريب 300 الف الكيلو. وزيد انا ثاني المشماش ولادي ما ياكلوش، ما نديروش علاه نديرو غير هكاك خساره، ما ناكلوهش كامل في الدار. يحبوا غير العينه ويحبوا التفاح، هذا ما كان هذا وش ياكلوا. هنا كنت بعد ما غلالي من الاول هذيك الشربات تاعي تغلي لي حتى 7 دقائق ل 8 دقائق. نرمو الزبيب هو الاول، ثاني يزيد يطيب معانا واحد ثاني 8 دقائق حتى 10 دقائق نعاودو نرمو العينه. نهار اللي نرمو العينه تاعنا نجو نقو هذوك الحبيبات تاعنا تاع التفاح باش ما يكحالوناش. جبت انا هذاك الماء درت فيه نص حبه تاع قارص، ونقي كامل الحبه. من بعد نقسمها على 4، من بعد نزيد كل نص نزيد نقسمه على 2، حيجيني 8 براج في الحبه الوحده. هذا راح نعزو به الحمل، هذا طاجين الحلو تاعنا، وراح يجي تانيك بنين. ان شاء الله تجربوه ويكون في الطاولات تاعكم تاع رمضان ان شاء الله، وينال اعجابكم. وصفه سهله وماشي مكلفه بزاف، ما لازمش نديرو بزاف صوالح باش نقولونا درنا الحم الحلو. ولا هنا بعد ما طابت العينه تاعنا، هنا التفاح نخلوه داخل هذاك الماء تاعو اللي كنا عصرنا فيه القارص، ونجي ندير التفاح تاعي لهنايا.
المهم التفاح ما فيهش الروح، مش راح يطول بزاف في طياب. نغطيو عليه ثانيك، وهنا لازم ثانيك نغطيو دايما على الطنيجرة تاعنا باش ما يتبخر لناش هذاك الشربات، ولي مخصوص لنا الماء. راح نخلي برك هذاك التفاح يزيد يطيب ويتعسل. راح نزيد له قبل ما نطفي عليه بشويه، نزيد له 4 كاس تاع مزهر. حولك 4 كاس تاع المزهر نزيد نفرغه. هنا نخليه برك واحد 5 دقائق ونطفي عليه وراه واجد معانا. هنا يبان لكم مازالوا ليكيد، مازال ما عقدش شويه، لا غير يبرد رايح يشد روحو مليح. ولا حبيتو تسييو حكموا شويه تاع العسل هذا تاع طاجين الحلو، ديروه في طبسي وخلوها تبرد وشوفوا القوام تاعها كيفاش راح يولي. راح تصيبوها عاقده كون هكايا وتخلوه يزيد يعقد مليح، بعد ما يبرد يولي لكم يولي حجره، يزيد يشد روحو بزاف، يولي الاستيكي. شوفوا العسل راح يجي بزاف هايل تاعو، يجي صافي، يجي اللون تاعو هايل. لهنا خلاص كنت طفيت عليه، نغطي عليه نخليه يبرد شويه، من بعد كان نحطوه مع بعض في صحن التقديم. شوفوا شكله ما شاء الله يشهي، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. ولا هنا دوك نحطوه مع بعض في صحن التقديم ونوري لكم العسل تاعو كي يبرد كيفاش يولي. هنا عندي بالك واحد 2 سوايع ولا 3 من اللي طيبته. هنا كنت درت معكم انايا التفاح وكنت درته في المجمد، وان شاء الله راح نديرو ثانيك في شهر رمضان وراح نصوره معكم. حبيت ندير معكم هذه تاع التفاح هكا مقطع شرائح، ثانيك الوصفه راح تجي بزاف هايله. راح تقدروا تعوضوا به المشماش اللي راهو باثمنه باهظه برا وماشي لازم. نقدروا نديروا اي طبق نحبوه وما نكلفوش رواحنا. باش عندنا في الدار نديروا حاجه شابه وبنينه. شوفوا الشكل تاعو ما شاء الله، ان شاء الله كامل تجربوا الوصفه وتعجبكم. واللي جربت الوصفه ما تنساش تبعت لي التطبيق تاعها، ونقول لكم بارطاجيو الفيديو اذا حبيتوا مع ناسكم وحبابكم باش تعم الفائده. وفي الاخير نقول لكم اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساونيش بجام وابوني، وفي وصفه جديده مع وصفات ام روان. مع السلامه.